أما إدوارد فقد ولد عام 1911، وانتقلت العائلة بأكملها إلى براغ، حيث حصل أينشتاين على وظيفة تدريس في جامعة تشارلز. تدهورت حياة ماريك بعد ذلك، ففي سنة 1912 التقى ألبرت أينشتاين بابنة عمه إلسا، وأصبح يتودد لها بشكل واضح، كما أن ماريك كانت على علم بمغامرات أينشتاين النسائية قبل ذلك، فجاءت إلسا كالقشة التي قسمت ظهر البعير، فقررت ميلفا الانسحاب وحفظ ماء الوجه، فتطلقت ماريك من أينشتاين سنة 1919، وتزوج هو مباشرة في نفس السنة بابنة عمه التي كانت لها ابنتان من زيجة سابقة. كانت ماريك مشاركة في أبحاث أينشتاين